السلام عليكم، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد ان شاء الله. النهارده الفيديو يكون بسيط وخفيف ويعجبكم. لو حابه تاكلي حبه فول كده زي الزبده من ايدك الحلوين، تعالي وانا اقول لك هتعمليهم ازاي بطريقه سهله جدا جدا وبسيطه وما فيهاش اي تكلفه. هتجيبي معايا هنا الفول الفاتح ده، بلاش الاحمر لان بجد بيبقى غامق قوي في التسويه. هتجيبي الفوليه دي كده، انا جبت معايا هنا نص كيلو. طبعا انت حابه تعملي اي مقدار انت عايزاه، كيلو وتخزنيه وتحطيه في الفريزر، تحطيه في التلاجة. ومعايا هنا الفول طبعا شطفت شطفة محترمة، وهبتدي بقى اسيبه كده مدة طويلة كده في المية علشان يبقى طري معايا ويستوي بسرعة اكتر. وحجمه كمان زي ما انتم شايفين كده، الحباية بتاعته ده ضعفت. بصوا كانت الحباية صغيرة، بقت الحباية قد ايه زي ما انتم شايفين كده. والحباية كمان بقت طرية معايا زي ما انتم شايفين. بس كده هبتدي بقى اضيف اضافتين بس كده بساط وسهلين جدا. معايا هنا 3 معالق من العدس، طبعا غسلاهم حلوة قوي ومصفيهم بالطريقة دي كده. هبتدي احط العدس معايا كده. ومعايا كمان الفول المدشوش 3 معالق برضو. وكده كنت حاطه برضو مية بتغلي على النار، عشان طبعا مش هينفع ان انا اسويه بمية باردة. غليتها كده على النار، وهبتدي بقى احط عليهم المية بتاعتهم. طبعا لازم نزود المية علشان مش كل شوية هنزوده. ولما نزود المية نزودها بمية مغلية كمان، مش مية من الحنفية ولا حاجة. فانا كده غليت مية كتير وحطيتها، قلت عشان مش كل شوية هزود فيها المية. طريقته سهلة جدا جدا زي ما انتم شايفين. وكمان الكمية بتاعته بتبقى كتيرة قوي لما بيستوي كمان. الحباية بتاعته لما بتصبروا عليها في السوا كمان بتبقى دايبة كده ومزبدة وزي العسل. هبتدي كده، انا حطيت خلاص المية الكفاية بتاعتي، اللي انا مش هزود قوي يعني مية كتير بعد كده. هحطهم كده على النار يغلوا اول غلوة بس كده. وبعد كده هبتدي اوطي عليها النار خالص شعراية. آه وهسيبها براحتها، تعملي اي حاجة مع نفسهم كده يغلوا. طالما مهدية النار عليه سيبيه براحته خالص يستوي. كل ما هتسيبيه براحته كده، وكل فترة والتانية تشوفيه كده المية بتاعته نقصت ولا لأ، خلاص هيستوي معاكي ويبقى زي العسل. كده انا عصرت معايا نص ليمونة علشان اللون بتاعه ما يغمقش. طبعا الفول من اكتر الحاجات اللي هي بتغير لونها على طول. بس كده هغطيه بقى. ومش هخلي فيه تهوية عشان ما يغمقش معايا. وهسيبه، شايفين هو كده كان بدأ ان هو يطرى معايا او يدخل على سوا. برضو هسيبه، انا ما زودتهوش ميه زي ما انتم شايفين كده لان انا موطيه عليه. وهسيبه خالص مع نفسه براحته. وهبتدي بس كل فترة زي ما انتم شايفين كده انا بحاول اشوفه برضو استوى ولا لأ. كده برضو كان لسه شوية. بصوا المية بتاعته زي ما هي برضو مقلتش عشان انا موطيه النار. بيحتفظ بالمية بتاعته لأطول فترة. طبعا في ناس بتحط عليها كربونات او مواد تانية ان هي بتستوي بسرعة، فطبعا الطرق دي كلها غلط. في ناس بتحط الوان طعام، طبعا عادي الالوان دي صحية. في ناس ما بتحبش لون الفول يبقى نفس اللون ده كده، انا بصراحة ما بحبش اضيف له اي لون. كده كان خلاص ما شاء الله الحباية بتاعته بقت مزبدة وزي ما انتم شايفين. ما حطيتلوش نشا، في ناس بتحب تحط له نشا برضو. لو حاسه ان القوام بتاعه خفيف ممكن تدوبي نشا كده تربطيه بيه. لكن هو ما شاء الله مش محتاج، زي ما انتم شايفين كده السمك بتاعه حلو قوي. شايفين حتى المية بتاعته تقيلة مش خفيفة. وكمان كل ما بيبرد بيتقل معاكي اكتر. طبعا زي ما انتوا عارفين الفول ليه كذا طريقة، انا بالنسبة لي دي اسهل طريقة ما فيهاش اي اختراع ولا اي حاجة. هو مجرد ما بنشطف الفول ونبله ونحط عليه عدس وفول ونسيبه على النار يستوي براحته خالص. ومعاه نص ليمونة بس كده الفول اتعمل معايا. اهم حاجة بس التسوية، نسيبه براحته خالص. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله الفول بتاعي شكله وطعمه جميل جدا. ولونه كمان ما احتجتش ان انا احط له اي لون اضافي، لا احمر ولا اي حاجه. في ناس بتحب تحط له لون، لكن انا بكتفي بلونه الجميل الطبيعي بتاعنا ده. تقدري بقى تعملي زي ما انت عايزه، فول بقوطه، فول بالطحينه. اهم حاجه يبقى الخير موجود في بيوتنا. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، يا رب ما تملوش منه. هو فيديو قصير جدا يعني، بس طبعا اتمنى ان انتوا تستفادوا منه لو بكلمه.
ولو عجبتكم القناة يا ريت ما تنسونوش في اشتراك حلو منكم، ولايك وشير وتعليق ايجابي كده، وان شاء الله فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. مش هحاول اقصر تاني من الفيديوهات، لان بجد انا بقعد فترات طويلة فعلا انا مش بنزل فيديوهات، بس والله غصب عني ان شاء الله. ربنا يا رب يجعل رمضان كده وشه حلو علينا كلنا يا رب كده، وما اقصرش من الفيديوهات، وتملى ابقى معاكم ان شاء الله. شايفين ما شاء الله الحباية، يعني مش متحملة اصلا، بمجرد كنت بمسكها بايدي كده كانت بتتهري خالص. جربوا واعملوا اي حاجة في البيت، مش لازم كل حاجة نشتريها، مرة كده ومرة كده، لازم الخير يبقى في بيوتنا. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، واقول لكم سلام.